ميركاتو شبيبة القبائل 2026 يدخل مرحلة الحسم، لكن ما حدث داخل التربص الأخير قد يغير حسابات المدرب كريم بالحسين. لاعب واحد خطف الأنظار في دقائق قليلة، ومدافع جديد أسكت كل المشككين. وفي المقابل الإدارة تتحرك في صمت لحسم صفقتين قد تكونان الأهم قبل انطلاق الموسم الجديد. لكن المفاجأة الحقيقية ليست في الأسماء، بل في السبب الذي جعل إدارة شبيبة القبائل تسرع المفاوضات قبل نهاية التربص. ما الذي اكتشفه الطاقم الفني؟ ومن هو اللاعب الذي أصبح حديث الجميع بعد المباريات الودية؟ كل التفاصيل وأحدث أخبار ميركاتو شبيبة القبائل اليوم نكتشفها معا في هذا الفيديو، فتابعوا معنا حتى النهاية. المباراة الودية التي أجراها فريق شبيبة القبائل كانت اختبارا حقيقيا لكل لاعب يريد أن يثبت ويحجز مكانته في التشكيلة الأساسية قبل انطلاق الموسم. الجماهير كانت تتابع كل التفاصيل، لكن بعد صافرة النهاية كان هناك اسم واحد يتردد على جميع الألسنة. ليس لاعبا جديد ولا انضم خلال الميركاتو شبيبة القبائل 2026، بل أكد للجميع أن هذا الموسم قد يكون موسم الانفجار الحقيقي بالنسبة له. إنه الإيفواري آرثر بادا، اللاعب الذي قاد الموسم الماضي مع شبيبة القبائل، عاد هذه المرة بصورة مختلفة تماما. قوة بدنية وثقة كبيرة في الاحتفاظ بالكرة، وتمرير ذكي وحضور واضح في وسط الميدان. كل هذا جعل المدرب كريم بالحسين يبدو مرتاحا جدا لما شاهده، وجعل جماهير الكناري تتساءل هل سيكون آرثر بادا أحد مفاتيح نجاح شبيبة القبائل هذا الموسم. ومع مرور الدقائق خاصة خلال الشوط الثاني، ورغم التنظيم الجيد الذي ظهر به الفريق، إلا أن وسط الميدان فقد شيئا من التوازن بعد التغييرات، وهو ما منح المنافس مساحات أكبر للتحرك. وجعل المدرب كريم بالحسين يطرح التساؤل: ماذا ينقص شبيبة القبائل حتى تصبح جاهزة للمنافسة على لقب الدوري الجزائري؟ صحيح أن آرثر بادا أبدى جاهزيته ومثال مرباح يقدم الإضافة، لكن الموسم سيكون طويلا جدا والمنافسة ستكون قوية، والفريق يحتاج إلى حلول أكثر في هذا المركز. فبحسب آخر أخبار ميركاتو شبيبة القبائل اليوم، فإن المدير الرياضي يزيد منصور كثف اتصالاته من أجل التعاقد مع لاعب ارتكاز جديد يكون قادرا على منح الفريق قوة إضافية في وسط الميدان وخلق منافسة حقيقية بين اللاعبين. هذا الملف لم يكن الوحيد المفتوح داخل إدارة الكناري، فهناك مركز آخر يعتبره المدرب كريم بالحسين أولوية قصوى قبل نهاية التربص، إنه مركز صانع الألعاب. منذ بداية التحضيرات ظهر أن شبيبة القبائل تملك حلول جيدة في عدة مراكز، لكن عندما يصل الفريق إلى الثلث الأخير من الملعب يصبح السؤال واضحا: من اللاعب القادر على صناعة الفارق بالتمريرة الأخيرة؟ وهو الأمر الذي يشغل كريم بالحسين حاليا، ولهذا طلب من الإدارة الإسراع في التعاقد مع صانع ألعاب يمتلك الرؤية والقدرة على صناعة الفرص حتى يمنح الخط الأمامي فعالية أكبر. وتشير آخر المعطيات إلى أن إدارة شبيبة القبائل تريد إنهاء صفقتي لاعب ارتكاز وصانع ألعاب قبل اختتام التربص في تونس. هو الهدف واضح: أن يندمج اللاعبان سريعا مع المجموعة ويشارك في المباريات الودية المتبقية حتى يدخل الفريق الموسم الجديد بأفضل جاهزية ممكنة. كانت هذه مجمل أخبار شبيبة القبائل اليوم وجديد صفقات ميركاتو شبيبة القبائل 2026. هل تكتفي إدارة شبيبة القبائل بصفقتي لاعب الارتكاز وصانع الألعاب، أم أن الأيام الأخيرة من ميركاتو شبيبة القبائل قد تحمل مفاجآت أخرى لم يتوقعها أحد؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديد أخبار شبيبة القبائل وميركاتو شبيبة القبائل لحظة بلحظة.